فهنعمل زد واير فريم مود. تمام كده. هنبدا ان احنا نختار الجزء العلوي ده بس. تمام كده، الجزء العلوي ده بس، الجزء اللي فوق ده. ونعمل مثلا اختصار جديد. اختصار ده لازم تحفظوه بدايه من دلوقتي. اكسترود اختصاره اي. ان انا اطلع جزء من شيب معين عندي اختصاره اي، اكسترود. اقدر ان انا اعمل اي، اطلع كده اكسترود، واطلع الحاجه دي لفوق. ده في حاله ان انا عايز اطلع على طول، اطول الشكل على طول بايدي بيدوي. لو انا حابب ان انا اعمل اكسترود في جزء معين، في اختصار اسهل بكتير جدا. تعمل اي وبعد كده تعمل اسكيب. تمام. وانت بقى واقف في نفس الحاجه تعمل اس. الفكره ان احنا خلينا الفيرتيسز اللي احنا عملناهم على الاطراف دخلوا لجوه. خليني كده نشرح لكم من فوق. دلوقتي انا عملت اي. تمام. انا كريت فيس فوق الفيس. حرفيا انا كريت فوق فيس فوق الفيس. بس انا الغرض من الفيس التاني ان انا اعمل له سكيل او اس عشان ادخله لجوه. بحيث ان انا لما اعمل له اي تاني وارجع تاني للسوليد مود هتلاقوه عمل زي شكل كده تاني بقى. ده يعني كانه سيلندر فوق سيلندر.